بتاكل وفيديو شغال وبتسوق بودكاست في ودنك وبتغسل وشك والموبايل ساند على الحوض. ستوب بقى كده، انت مش بتستثمر وقتك، انت مخك مرعوب من السكوت. دي مش انتاجية، ده هروب من دماغك. مخك اتبرمج ان السكوت معناه قلق، فبيجبرك تشتغل اي دوشة في الباك جراوند عشان يسكت الافكار اللي بتطاردك لما بتبقى لوحدك. انت بتستخدم التكنولوجيا كمخدر موضعي. طب والنتيجة؟ ارهاق عقل مزمن. انت مانع مخك يدخل في حالة الراحة الافتراضية. ديفولت مود نتورك ده المكان الوحيد اللي بتبني فيه افكارك وبتتحل فيه مشاكلك وبتسترد فيه طاقتك. موتور دماغك شغال 24 ساعة ومفيش فرامل. عايز تفرمل قبل ما الموتور يتحرق؟ طبق تحدي الصمت الاختياري. وجبة واحدة في اليوم او مشوار واحد بعربيتك من غير اي شاشات ولا سماعات. استحمل الخنقة والملل اول 5 دقايق وسيب مخك يتنفس. واجه دماغك، ما تهربش. اعمل سيف الفيديو ده عشان تفكر نفسك بيه وتفصل الفيشة، وانزل قولي في الكومنتات ايه اكتر حاجة يوميا مستحيل تعملها من غير ما تشغل حاجة في الباك جراوند.